سلام زينات، جيت نكونجي الجبنة كيما كل عام. قلت نشارك الوصفة معكم بعد ما غسلتها مليح ونقيتها. لازم تشلوها البنات من 4 حتى 5 مرات وتشليلها للأخرى. نديروا لها الخل انا دايما البنات نفرزها، نحي الحبات الصغار والصفورة وحدهم، وديك الكبيرة نخليها وحدها. ولازم تنشفوها مليح، ما لازمش تكون فيها ندى باش كي تخبوها ما يدورش الذوق تاعها، واللون تاعها يقعد هو حتى كي طيبوا به ما يصرالو والو. انا وجدت العلب وهادو الساشيات اللي نكونجي بهم كل عام. البنات هذه الحبيبه صغيره راني نحيتها عندي الخاطر وراني نعمر فيهم. هنا هادو الساشيات يرفدوا الاكياس 220 حتى 250 غرام، معناتها زوج ساشيات يرفدوا لكم البنات خمس رطل، معناتها 500 غرام. ديروا فتحه في الوسط وربطوهم مليح باش كما قلت لكم ما تجيش فيها الريحه واللون تاعها يقعد هو. حطيتهم في العلب. هذوك العلب البنات عند قرون نديروا 2500، يعني كي تكونجلو فيهم كلش يجوا بزاف هايلين. وجدت تاني ساشي تاع رطل، تحبوا تكونجلو على ضربه استعملوا هادو تاع رطل. انا ما نعمرهمش البنات كما كتشوفوا، درت نص الكميه. نتوما ولا حبيتوا عمروهم خبوهم هكذا بهذه الطريقه. انا كما عمرتهمش ستفتهم هكذا على زوج وحطيتهم في هذوك العلب. كملت كامل الكميه. تحبوا كما قلت لكم هكذا ولا هكذا. هذه الصغيره البنات اللي نحيتها فرستها مع دوك الصفوره نخليها وحدها. نحب نفورها مع الجلبانه ولا نزيدها في البركوكس، هذه دائما نخليها التاليه. واني نكمل في الكميه. البنات هنايا دائما كي تروحوا تشرو ما تشروش الكميه على ضربه. روحوا شرو زعما كيلو، طيبيه في نفس النهار وعجبك في البنه والذوق، روحي عاودي شري عليه يعني الكميه اللي لازم لك. ما تشريش البنات هكذا 20 بعد كي طيبيها تجيك صامطه وتجي تقرسل. هذه انا شريتها جات بزاف بنينه. كي طيبتها رحت وزدت شريت 20 كيلو. هنا انا عندي هذا واش كونجلي تاع 20 كيلو سواسو، مازال لي 5 كيلو دوك نكون نقيها نكونجليها باش نستعملها. يعني هادو اليامات خاطش دوك تزيد تغلى البنات وتقعد لكم هي البنات ديروا بها طبيخ، ظلمه، جوز جلبانه، مسفوف، ديروها في ماسيدون، ديروا واش تحبوا، كغاتان تجي ما شاء الله. البنات كما قلت لكم لازم كي تخرجوها تروحوا ديريكت تقليام، يعني ما تخلوهاش ديكونجلا، تجي بزاف هايله البنات. خبوا الوصفه وبصحتكم.